تعالوا نعمل مع بعض النهاردة كبدة اسكندراني بطريقة سهلة جدا ولذيذة وعمرها ما تغمق ولا هتشد معاكي وهتحبها جدا جدا وهتبطلي تشتريها من بره علشان انتي هتعمليها احلى من بره ب100 مرة. يلا بينا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خير ما نبدأ به. هنجيب كيلو الكبدة بتاعنا ونحاول نجمده شوية كده في الفريزر زي ما انتوا شايفين كده، هيسهل عليكي قوي التقطيع، وهتقطعها شرايح رفيعة زي ما انتي عايزة. كل ما كانت رفيعة كل ما كانت أسهل، زي ما بيقولوا بالاسكندراني كده عصافير. يلا نقطع بقى كل الكبدة بتاعتنا. لو أول مرة تتابعوني، ده مطبخ سعاد، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واللي مشتركش يشترك عشان القناة تكبر بيكم، واعملوا لايكات كتير عشان الفيديوهات تتشاف أكتر. بعد ما قطعنا كل الكمية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، هننزل فيها في البولة كده بتاعتنا، ونعمل بقى الخلطة السرية بتاعتنا بقى اللي هتخلي الكبدة في حتة تانية خالص. معلقتين توم كبار مفرومين، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة فلفل أسمر، معلقة صغيرة بابريكا، لو حابة تضيفي شطة تضيفي، ومعلقتين 2 ليمون، دي ليمونة عصراها، ومعلقتين خل كبار. ونضيف معانا بقى شوية زيت، معلقتين كبار زيت برضو، ونقلب بقى الخلطة بتاعتنا الجميلة دي. بتخلي الكبدة في حتة تانية خالص. طبعا زي ما احنا قايلين ممكن تضيفي قرن شطة خالص مفروم مع التومة في الأول خالص. كفاية بقى ريحتها كده تحفة. هناخد بقى ايه نصها كده ونتبل بها الكبدة ونسيبها نص ساعة. بعد ما تبلت الكبدة بتاعتنا بنص الخليط بتاعنا وسبتها حوالي نص ساعة كده، هنجيب معانا بقى ايه شوية زيت، بس نجيب زيت شوية كتار يعني. عادي ممكن بعد ما نخلص تشويح الكبدة ممكن نصفيه، بس كل ما كان الزيت زيادة شوية كل ما كانت اتشوحت معانا اكتر، ما نزلتش مية، بيبقى طعمها حلو بصراحة. هنسخن المقلاية بتاعتنا كده وناخد الكبدة بتاعتنا ونوزعها في المقلاية علشان ما ننزلش بالكبدة مرة واحدة، علشان ما تنزلش معانا مية. طبعا الخليط اللي فضل معانا لسه من الخلطة بتاعة الكبدة ممكن تشوحي الأول في الزيت، وممكن ترشيه عليها في الآخر، يعني يبقى لسه ليه طعمه باين واضح أكتر. فأنا هحط عليها في النص كده قبل ما تبدأ تستوي خالص، أنا هنزل بيه زي ما انتوا شايفين كده. طول ما احنا بنحط نوزعها مش هتنزل معانا مية خالص، لو نزلنا بيها مرة واحدة هتنزل معانا مية. مش هتاخد معانا 5 دقايق على النار، يعني أول ما لونها يتغير هما 5 دقايق بالظبط. هنرش معانا الملح، معلقة ملح صغيرة، نهزها بإيد المقلاية كده. أول ما نحس إن هي خلاص كده زي ما انتوا شايفين لونها من تحت اتغير، نبدأ بقى ايه نقلبها مع بعضها كده. هننزل بقى ببقية الدقة بتاعتها في الآخر كده، بتديكي لسه الريحة والطعم. اما بنحطه في الأول بتتشوح مع الزيت بيبقى لونها مختفي خالص مش واضح يعني. معانا كمان فلفلة متقطعة شرايح رفيعة، ونقلبها. احنا مش عايزينها تستوي، احنا عايزينها يبقى لسه فيها قرمشة كده، فاحنا هنشوحها تشويحة بسيطة معاها وهي خلاص الكبدة استوت. زي ما انتوا شايفين لونها زي ما هو، ريحتها قلب الدنيا، والصوص اللي نازل منها ده طعمه وريحته تحفة، لذيذة جدا هتعجبكم، وهتبطلوا فعلا تشتروها من بره. اول ما الكبدة بتاعتنا خلاص كده هتبدأ تستوي والفلفل اللي يتشوح معانا بنطفي عليها، مش بنسيبها كتير يعني، ممكن ناخد واحدة كده ندوقها. تعالوا معانا. شفتوا لونها زي ما هو. بسم الله، طعمها لذيذ جدا جدا. يلا بقى كفاية عليها كده، هي مش بتاخد اكتر من كده 5 دقايق. دي الطماطمية بالدقة معاها بقى هتخلي الطعم في حتة تانية خالص.
يلا بقى تعالوا ناخد كده ايه رغيف عيش بلدي. طبعا ممكن تقدميها مع مكرونة، مع عيش فينو، مع عيش بلدي زي ما تحبين. هنجيب العيش البلدي بتاعنا كده، انا اللي كنت عاملاه مع طحينة بقى، طعمها روعة. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها، لو بتعملوها بتوم بس او بتعملوها ببصل بس. بتقدموها مع طحينة وبطاطس ولا بتقدموها مع مكرونة؟ واشوفكم تاني ان شاء الله في وصفة جديدة في مطبخ سعاد. وشكرا من قلبي لكل اللي بيتابع الفيديو للآخر، واللي مشتركش يشترك، وحطوا لايك، حطوا لايك ادعموني بلايك. جربوها هتعجبكم جدا، طعمها خطير.